انت بتحس ان الماضي لسه مسيطر عليك وكأن جزء منك مربوط بحاجات انتهت بس لسه بتأثر فيك؟ الكتاب بيتكلم على اننا بنشيل معانا جروح الماضي كأنها جزء من هويتنا، كأنها الحاجات اللي شكلتنا، سواء كانت تجارب سلبية او قناعات اتزرعت فينا. ممكن تكون اتعودت ان رأيك مش مهم فتفضل ساكت حتى لو لازم تتكلم، او انك اتعرضت لانتقادات مستمرة فتكون شايف نفسك دايما اقل من غيرك، او حد استهان بيك فتفضل دايما حاسس انك مش كفاية. وانا جيت النهاردة عشان اقولك ازاي تتحرر من الماضي وتعرف نفسك من اول وجديد. هنواجه جروحنا القديمة بدل ما نهرب منها، ونسأل نفسنا سؤال مهم قوي: يا ترى ايه اكتر حاجة من الماضي لسه بتأثر فيا دلوقتي؟ لان الاعتراف هو اول خطوة انك تتحرر. افصل بينك وبين الماضي، اصل اللي حصل معاك زمان كان تجربة مش تعريف لهويتك، ومش معنى انك كنت ضعيف زمان انك ضعيف دلوقتي. تيجوا نجرب نغير القصة اللي احنا بنحكيها لنفسنا، بدل ما نقول انا شخص مش محبوب نقول انا شخص قادر ان انا اعمل علاقات حقيقية. تيجوا نسامحوا نفسنا ونسامحوا الناس اللي حوالينا، مش عشان هما يستحقوا، لأ، علشان احنا نستحق ان احنا نكون احرار من الحمل اللي احنا شايلينه. وركز على الشخص اللي عايز تبقى عليه، مش الشخص اللي انت كنت عليه. وكل يوم فرصة جديدة انك تعيش وفقا للي تؤمن بيه، مش وفقا للماضي. الماضي مش سجن إلا لو أنت بذات نفسك قررت إنك تفضل فيه. وعشان كده هنبني هوية جديدة مستقلة عن تجاربنا القديمة في الفيديو الجاي. لو حابين نتعمق أكتر اكتبولي في الكومنت. خطوة جديدة، درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.